القاضي قال له انه غيتعفن في الحبس في هادشي اللي داروا في زنزانه اللي شديده الحراسه واللي كيراقبوها بالكاميرات 24 ساعه. كان اخطر مجرم في العالم ولكنه ضحك على داكشي اللي قال القاضي. بعد اشهر قليله من الحبس دخل الحمام الخاص به وهو يختفي، ودخل الحارس بسرعه باش يتشيكيه ولكن شعر بالصدمه حيث انه ما لقى حتى اثر ليه. ولكن فاش اكتشفوا كيفاش هو هرب تدهشوا وترعبوا كيفاش فكر فيها. واحد النهار ناضوا الملايين مصدومين من الخبر القبض على اخطر رئيس عصابه في العالم. كان هذا المجرم هو مهرب مواد ممنوعه مكسيكي كيتسمى إل تشابو. بعض الجهات الامنيه وصفوه بابشع مجرم موجود على الارض، ففي عام واحد تسبب بمقتل 4000 شخص، حيث انه هو اللي كان مسؤول على ارسال ملايين الاطنان من الممنوعات في مختلف دول العالم. ولكن الغريب ان سكان مدينته كانوا مخلصين ليه لواحد الدرجه اللي كبير، وهذا الشيء حيتاش هو خلص لهم الكريديات ديالهم وبنى مستشفيات ومدارس مجانيه، حيث ان كل شيء كان مستعد يضحي بحياته باش يخرجوا من الحبس. هادشي علاش الحكومه المكسيك وضعته في سجن مشدد الحراسه، حيث ان الجيش براسو هو اللي كان كيأمنوا على اي اعتداء. هادشي علاش مستحيل يهرب إل تشابو الا كان شي معجزه. ولكن واحد النهار وقعت واحد المفاجأة اللي كلشي تصدم منها، حيث ان إل تشابو طلب من الحراس باش يديوه للحمام باش يقضي حاجته، ولكن هو طول في الطواليت حيث ان الحراس تنكراو. ولكن فاش مشاو يطمنوا عليه لقاوه تبخر. هادشي كان لا يصدق والسلطات بدات كتحقق في الحادث. في الاخر اكتشفوا انه هرب عن طريق نفق محفور من تحت السجن. هاد النفق اثار دهشه وذهول الجميع بسبب طريقه البناء ديالو، حيث ان الطول ديالو كيوصل 2 كيلومتر، وانه تبنى في اقل من 18 شهر فقط، وانه كان ضخم لدرجه انه يمكن لك تمشي فيه بكل راحه. وكان نفق مزود ايضا بوسيله سريعه عباره عن دراجه ناريه، وهادشي لضمان هروب إل تشابو بسرعه قبل ما يلاحظوا الحارس. ولكن الغريب في الامر هو كيفاش بناو هذا النفق بلا ما يعرف حتى شي حد. اكثر من 70% اللي كيشوفوا الفيديو ديالي ما دايرينش ابوني، فاذا كنت كتشوف هذا الفيديو ما تنساش تخلي سبسكرايب باش نوصلوا 1000 ابوني في اقرب وقت.